كتبدا القصة في الحلبة ديال المصارعة، الناس كاملين مجموعين وكيراهنوا شكون اللي غادي يربح بين واحد جوج الناس لابسين الأقنعة وكيطحنوا في بعضياتهم. واحد لابس القناع ديال القرد وواحد لابس القناع ديال الكوبرا، وباين باللي اللي لابس القناع ديال الكوبرا هو اللي مهيمن على اللي لابس القناع ديال القرد، ومطيحوا الأرض والناس محمسين وكيتسناو في الفلوس ديالهم اللي مراهنين بها. الراس ديال الكوبرا غادي يهز القرد وغادي يلوحو خارج الحلبة وغيجي فوق الفلوس اللي مراهنين بها، وغادي يخسر القرد وغيخرج حاضر راسو. من بعد ما خرج القرد من الحلبة غادي يمشي للحمام وغادي يحيد القناع ديالو، وغادي نعرفو باللي سميتو بوبي، وغادي يدخل عليه واحد الشخص غادي يعطيه الفلوس وغادي يتبعو بوبي حيت عطاه غير النص ديال الفلوس ديال المراهنة. خونا ما عقلش عليه وقال لي هادشي اللي كتستاهل، والا ما عجبكش الحال سير بحالك، عطا الله اللي عمر بلاصتك هو يغيرها بوبي. وكيبان لينا واحد الشخص سميتو بابا شاكتو اللي كيعتبروه الرهبان رجل سلام وهو اللي حاكم المدينة. غادي يبان لينا بوبي معاه واحد الولد وكيتفرجوا في بابا شاكتو. الولد غيجبد واحد التليفون وغادي يوري لبوبي واحد المرأة وغادي يعطيه المعلومات ديالها، وكان سميت هاد المرأة كانيا كابور. هاد المرأة كل جمعة كتمشي لحصة التدليك وكتريح في واحد القهوة ملي كتسالي الحصة، وقال ليه باللي انت غادي تكون تماك غدا وكنصحك ما تمشيش تهضر مع هادي ريك. نهار من بعد كتبان لينا مريحة في واحد القهوة كيف ما العادة، كيجي عندها واحد الطلاب وما كتعطيه والو، وهو غادي يضرب طابلة وغادي يطيح الكاس ديال القهوة. غير غتسها غيتكى ليها على البسطام وغادي يعلق بالكرسي ديالو حتى دخل لواحد الزنقة وغادي يوقف على رجليه ويبدا يتكيف. غادي يمد البسطام لواحد المرأة وهذيك المرأة غتمد لواحد الدري صغير، هذاك الدري غادي يبقى كيجري حتى وصل لواحد السيكليس وغادي يعطيه البسطام. السيكليس غادي يدوزو لواحد مول الشفنج، وهذاك مول الشفنج غادي يدوزو لواحد المايستيج، وهذاك المايستيج غادي يدوزو لواحد الدري صغير، وهذاك الدري صغير غادي يبقى يجري حتى وصل لعند واحد الشخص، وهاد الشخص هو بوبي. وبوبي هو مول هاد الخطة كاملة. كيفتح البسطام وغادي يلقى فيه واحد الكارت فيزيت وكتبان باللي من الريوس كبار ديال الدولة، وفي الليل كيقصد البلاصة اللي كتكون فيها ديما وكيمشي لعندها، وغادي يعطيها البسطام وكيقول لها باللي لقى واحد الشخص هربان بيه حدا القهوة. هو يشدو وفتح البسطام ولقى فيه الكارت فيزيت ولقى فيها العنوان وجابو ليها. غادي تمد ليه واحد الوريقة ديال المية، غادي يقول ليها باللي ما باغيش فلوس، باغي شي خدمة الا كانت تقدر تعاونو. قالت ليه الخدمة اللي كنخدمو حنايا ماشي ساهلة، وغادي يقول ليها خدمتكم ما غاديش تكون صعب من هادي، وغادي يوريها ايدي اللي كانوا كاملين محروقين. من بعد غادي نعرفوا السبب ديال الحرقة. كتقول ليه باللي غادي تخدم معانا، ولكن هاد الهضرة اللي كنقولو هنا ما كتخرجش من هنا، وغادي يوافق. ولكن قبل ما يمشي كتبان ليه واحد التصويرة وكيبان في عينيه الحقد على الشخص اللي في التصويرة. ملي رجع الدار ما قدرش ينعس وبدا كيفكر في امه ملي كان صغير، وكيبان باللي عنده فوبيا من العافية. وفي الغد كيدير الخدمة ديالو اللي كان تيغسل الماعن ويستفهم وينظف الارض، وهو خدام كيجي واحد خونا بحال بوين تسميتو انفوسو. هاد خونا الخدمة ديالو هي يراقب الاطعمة ديال الفندق. ملي سالا الخدمة ديالو غادي يمشي عند واحد خونا غادي يدخل عنده حتى لداخل وغادي يعطيه الفلوس، والاخر غادي يقول ليه سير سلاح على قد فلوسك. قال ليه بوبي باللي باغي غير سلاح صغير ويكون خطير، عطاه واحد وقال ليه باللي هذا ناضي ولكن الديفو اللي فيه خاصك تكون قريب من الهدف وفيه صوت كبير. رجع بوبي الخدمة ديالو، كل مرة من كيبغي يدخل كيدوز على واحد سكانير مهم. دخل ومشى وصل القهوة للبيرو ديال كوينة حتى كيدخل عليهم انفونسو وبان باللي زاعم على كوينة وهما هادرين. قالت لبوبي دور وجهه حتى يساليو، وكوينة قالت انفونسو يمشي عند النقيض ويجيب من عنده شي سلعة مزيانة، وإلا كان حتى الثمن مزيان غادي يزيدو ياخدو من عنده. ملي عرف بوبي باللي انفونسو عنده علاقة زوينة مع كوينة مشى عنده وبقى كيطلب فيه يمشي معاه للمهمة، لكن انفونسو ما بغاش واخا عيا ما يطلب فيه. ولكن بوبي غادي يدير ليه الاغراء، عطاه واحد العنوان وقال ليه يجي لهاد القتال وراهن على خان وغادي ترفعها فلوس. بدا كيضحك يسحاب ليه مطلع عليه، غادي يقول ليه بوبي باللي هو اللي كيتضارب فيهم وفي هاد النزال غادي يخسر. وهداك الشيء اللي كان بوبي دخل النزال وبقى كيدخل ليه خان حتى خسر، والفونسو شد الفلوس وفى بالوعد ديالو ودا معاه بوبي المهمة اللي كانت في واحد الايفينمون فيه غير الناس المهمين وعامر فساد. بوبي سولو على البوليس، هو يقول لي انفونسو راه الخبار في راسك. سولو تاني على الزعيم، قال لي هذاك كاين في واحد الطابق الفوق وما نقدروش نوصلوا ليه، واصلا دابا غادي يكون كيضرب في الغبره. هبطوا انفونسو لواحد الكراج لتحت ووراه جميع انواع الطوموبيلات، ناريبو غير لامبورغيني كتشتت، وراه حتى السياره ديالو اللي كان مسميها نيكي ميناج طلعت في الاخر غير واحد تريبورتور. هو يخرج ضرب بيه واحد الدويره وسول بوبي على الحروق اللي في يدو. قال ليه بوبي غير واحد الحادث كان دارو ملي كان صغير، ورجع الخدمه ديالو بدا كيسربي في الناس. وواحد خونا
ما بغى يطلع على بوبي، ولكن واحد البنت منعاتو حتى تلاها معاها، وتماك بوبي ضرب على واحد الوشام في كتفها وبدا كيرجعوا ليه الذكريات اللي كانت مع امه. باين باللي وقع ليه شي بلان خايب وما قادرش ينساه. طلع عليه الدم وهو يخرج لبرا، لقى واحد الكلبه وعطاها الماكله وغادي يتبعوا هذيك البنت. وقال ليها بوبي باللي هذاك الطائر اللي في كتفك ماشي طائر عادي، هذاك طائر الزعاق. انا راه كبرت في واحد الغابه وكان ديما كيفيقني هاد الطائر. ومن هضرته بان باللي حتى هاد البنت من القبيله نفسها. غادي تقول ليه ما تعطيش الكلبه الماكله باش ما تعطيهاش امال وتبقى تجي ديما تسناك. ضربت في راس بوبي طن. تماك ولا بوبي غير كيسالي الخدمه، كيمشي يعطي الكلبه الماكله وكيدريسيها تسمع لهضرته، وكيمشي يضرب بريكولات في المصارعه. وفي نفس الوقت عيني على هذيك البنت. وبقى على هاد الحال حتى ولا كينيش مزيان بالسلاح، والكلبه ولات كتسمع ليه. بوبي كان كيدرب الكلبه باش تدخل ليه سلاح للخدمه ديالو. وغادي نقول لك كيفاش. ها انت شد السلاح وربطوا الكلبه في عنقها، ودخل هو من السكانير وغادي يدوز الباب اللور وغادي يعيط على الكلبه. وجابت ليه السلاح ولا كيدخلوا للخدمه عادي. وعلاش مدخل معاه السلاح دابا غادي نعرف. وبوبي كانت عنده واحد المهمه باش يطلع الملح للطابق اللي فيه الزعيم رانا. وملي وصل للطابق تماك تصدم، غير بقى كيشوف فين يبان شي طابق اللي لتحت. قال لي انفونسو باللي الطابق اللي فوق من هذا ممنوع يمشي ليه شي واحد من غير كوينه. وبدا بوبي كيفرق الملحه حتى وصل رانا وكانت مع ديك البنت. ضرب بوبي على واحد الجرح كاين في الودن ديالو، وهنا غادي يخرج فيه عينيه. عقلوا ليا مزيان على هذا الجرح. مشى يجري للحمام وعاود جاو دوك الذكريات. جمع النفس ديالو وهز واحد القرعه ودار فيها شي حاجه، ورجع رانا وعطاه حقه ديال الملح. شد رانا الملح وهو يضرب واحد السطر حتى مبقاش كيشوف قدامه شويه وبدا كيرعاف. مشى رانا دغيا للحمام باش يغسل وجهه وهو يخرج عليه بوبي من اللور. هاز عليه سلاح. قال ليه رانا شكون انت؟ قال ليه بوبي جاي ناخذ حقي. ولكن شويه غيخرج واحد خونا. تماك بوبي غادي يتشتت الانتباه ديالو وغادي يزرب عليه رانا. وبداو مشابكين تماك الناس ديال المطعم. سمعوا الصوت ديال القرطاس وترونات بيناتهم، كلشي ولا هربان. فبوبي شاد معاه، ضربه مني ضربه منك، وهما مضاربين. جبد ليه راني مو دبر عليها ناري بوك اليوم ياكل الماكله الطبا نهار العيد. شدو بوبي بقى كيدخل ليه هادي تنفع هادي الدور. وشد واحد طفايه بدا كيصفيها الرجال ديالو ناري ترونات. وهبط مع الدروج الكراج وهز الموتور ديال انفونسو. ولقى انفونسو تماك وعيط عليه وركب معاه وعطى الموتور اللي في جهده وعلقوا من تماك. انفونسو ما فهم والو حتى لقى راسو هربان مع بوبي وهو ما داير لا بيديه لا برجليه. بوبي بقى هربان من البوليس، ما خلى مين دوزهم حتى لواحد الوقيته غتخرج واحد البنت قدامه. تماك بوبي غادي يضرب واحد الفران، خاف لا يقتلها، وهي تجي واحد الطوموبيل ديال البوليس وغتدخل فيه من الجنب حتى غيتقلبوا. تماك بوبي بدا كيفقد في الوعي ديالو، ولكن انفونسو هرب للبوليس. ولكن بوبي غادي يضرب واحد البوليس الراس وغادي يدوب. ومن نفاق بوبي لقى راسو في الصطافيط ودايرين ليه المينور. ناض فيهم عطى ضربه لواحد وخدا السلاح وقتل اللي بقاو وفرقع القفل وبدا هربان. دخل واحد البار غير بالغلط وبقى غادي مغرق فيه حتى تلاقى مع مولاه. قال ليه جايب لي البوليس غير بالعاني لهنايا ياك. وبدا مشاد مع بوبي حتى هو. شدوا بوبي وخنقوا بالمينور ودخل واحد البوليسي وتيره وهي تجي دقه في مول البواط. وبداو البوليس تابعين بوبي. نقص من الشارجه ما بقى كيجري فوق السطوحه تيره فيه واحد القناص. جابوا الريزدون طاح في الماء وبدا كيغرق. وبدا كيفكر في الام ديالو وكتبان باللي العلاقه اللي كانت بيناتهم كانت زوينه بزاف، وهي تجي داك الذكريات الخايبه وهي تضرب الفيقه. لقى راسو في واحد البلاصه فيها واحد التمثال وحتى الجروح اللي كانت في الجسم ديالو تعالجات. دور راسو لقى واحد الراجل سميتو الفا هو الحارس ديال المعبد. ناض بوبي بغى يمشي بحالو. قال لي الفا باللي الدنيا برا مقلوبه عليه وكلشي كيقلب عليه، الا خرج غادي يشدو. غير بقى معانا هنايا وارتاح حيتاش ما يقدروش يوصلوا لك هنا. في نفس الوقت كيبان لينا رانا عند شاكتا سولو على بوبي. قال ليه جاي ينتقم لامو وماشي شي حاجه مهمه اللي نخافوا منها. قال لي شاكتا ما تحقروش حيت حتى انا في الاول كنت بحاله وها انا دابا وليت حاكم امه. دابا قلب عليه قبل ما يولي بحالي. قال لي رانا كون هاني غادي نقلب عليه وغادي نلقاه يا حي يا ميت. وانفونسو كيشوف راسو في الاخبار كيقلبوا عليه هو وبوبي، والمشكله هو ما دار والو غير تقيد مع بوبي. وبوبي كيبان في هاد الوقت خرج من المعبد ولقى الناس ديال تماك عايشين الحياه بوحدهم ضاحكين ناشطين وكيغنيو ناسين الهم، العكس ديال الناس اللي برا. ملي سالا ومشى لبوبي لواحد البلاصه بوحدو وريح شويه هو يجي عنده الفا. قال ليه ما قدرتيش ننسى ياك؟ رد عليه بوبي قال ليه والو، نفس النهار كنعيشو سنين هادي ونفس الصوره كتجيني كل ليله. هو يقول لي الفا تبعني وداه لواحد الشجره وجبد منها واحد الغبره حمراء وقال لي هادي كتعتبر سم، الا كنت ضعيف غادي يقتلك ولكن الا كنت قوي غادي تتغلب عليه وغادي يفوتك هادشي، الاختيار بيدك. بوبي وافق وغادي يمشي الفا وغادي يقاد العيبه وغادي يجيبها ليه هو يرشها ليه على وجهه. بوبي ما بقى كيبان ليه والو وجاه واحد الالم خايب وبقى غير كيغوت. وهنا
غادي نعرفوا القصه ديالو كامله. قبيله ديال بوبي كانت الدوله باغا تحيد ليهم الارض ديالهم بزز، لكن هما ما كانوش باغين حيتاش كيعتبروها مقدسه، وعياو معاهم البوليس ووالو حتى قرروا يحيدوها ليهم بزز. وجاو البوليس وكان معاهم رانا وحرقوا القبيله كامله بالناس اللي فيها، وما خلاو فيها حتى واحد. مامات بوبي داتو خباتو في واحد الدار وقالت ليه ما يدير حتى شي صوت باش ما يوصلوش ليهم. يلا خباتو حتى يدخل عليها رانا. جا عند المرا وبغى يتعدى عليها وهي جبد واحد الميس وجرحاتو في ودنو. هذا هو الجرح اللي شاف بوبي في رانا هذيك النهار. رانا تعصب وجبت الصمت وبقى كيجلد في الام قدام ولدها، ورانا ما قاد يدير والو حيت اصلا كان باقي صغير. وقدام ولدها بدا كيخنق فيها حتى فقدات الوعي وكب عليها ليسانس وحرقها. وملي مشى خرج بوبي يجري ينقذ الام ديالو، لكن لقى فات الوقت وهذا هو السبب ديال الحرقه اللي في يدي. سالاو الذكريات وهو يفيق لقى الفا حداه وقال لي بصحتك تغلبتي على السم. بوبي كان كيحس بالذنب حيتاش ما قدرش يعتق الام ديالو. قال لي الفا شكون اللي قال لك هادشي؟ انت حاولتي تعتقها والحرقات اللي في يديك هما الدليل، ودابا جا الوقت باش تنتقم. خرج بوبي لقى واحد صاك معلق وبدا كيضرب فيه كيبرد فيه غديدو. تماك تلاقى مع واحد كيضرب الدربوكه، كل ما خاينه كيضرب الدربوكه. كيتبعوا بوبي بنفس النغمه. بقى بوبي كيتريني والناس كيشوفوا فيه وفرحانين. وكنشوفوا الشاكطه كيخاطب الناس ديالهم وكيقول لهم هذيك الهضره ديالو باللي الله هو اللي اختاروا ليهم، وغادي يكلف واحد خونا باش يشد البلاصه ديالو اللي كان سميتو ادريس. وبوبي مازال كيتريني وكيقعد واحد الصواريخ ديال داك السم ديال الشجره وغادي يحتاجهم من بعد. كيسمع الغوت ديال واحد المراه اللي كانت كامله مضروبه. ملي مشى يشوف لقى الرجال ديال الشاكطه هما اللي تعداو عليها وتحلفوا عليهم الا ما عطاوهمش الفلوس غادي يجروا عليهم من المعبد. والمشكله هما ما عندهمش فلوس. بوبي شاف حتى عيا ومشى للبلاصه اللي كيصلوا فيها ولقى واحد الصندوق هو يهرسه وهز منه واحد الفلوس وقصد البلاصه المعلومه. تماك تلاقى مع الدري اللي شفنا في اول الفيلم وعطاه بوبي الفلوس ومشى راهن بيهم كاملين على الفوز ديال القرض. وانفونسو كان دايز من حدا الحلبه هو يدخل يتفرج. وصل وقت القتال وبدا كيقدم المقاتلين. المقاتل الاول كان هو الكوبرا والمقاتل الثاني كان هو القرد، وكان الاغلبيه مراهنين على الكوبرا. بدا القتال. الكوبرا بغى يزرب على القرد، لكن القرد غادي يدور واحد الدوره وغادي يضربو برجليه وغادي يجيبوا الريس دون. كلشي بقى غير مصدوم وغادي يربح القرد. ولكن المقدم قرر يدخل منافس اخر سميتو الدب، والا قالوا دب حتى دب. الدب هاجم على بوبي وبوبي الضربات ديالو ما قادرين يديروا والو. واحد من الجمهور غادي يلوح واحد العصا عامره بالمسامر وغادي يهز العملاق، ولكن بوبي بقى كيتخوى عليه وغادي يجيب ليه واحد الكروشي في القرجوطه ديالو وغادي ينقز وغادي يبدا يضرب فيه بواحد الركبه حتى غادي يجيبو للارض. القرد هز العصا ولكن غادي يلوحها حيتاش ماشي هو هذا الهدف ديالو، والناس عجبهم القرد وكلشي ولا كيغوت بالاسم ديال القرد. والدري مشى للبلاصه ديال الرهان وخدا الفلوس وداها لبوبي، وبوبي داها الناس اللي تماك ورجع لهم الخير اللي داروا فيه وخلى واحد الورقه مكتوب فيها جا الوقت باش يعرفوا شكون انت. والفا فهم باللي غادي ينتقم من شاكطه حيت الشاكطه هو اللي صفاها القبيله ديالو. كانوا دايرين واحد المهرجان بالمناسبه ديال رئيس جديد، وبوبي استغل الفرصه حيت كلشي غادي يكون مجموع تماك. وغادي تبان لينا كونيه في ديك الساعه كتراقب الماكله اللي كيقادو حيتاش باغي يكون داكشي كلشي معتبر. وصل بوبي للحفله وتلاقى مع واحد الحراس تماك، زرب عليهم ونقز من فوق الكرياج ودخل من الباب اللور الكوزينه وهز واحد المقله وبدا كيدخل ليهم ما فاهمين هما والو. وهز واحد الترموستا وبدا كيضرب فيهم حتى طيح كلشي. وقبل ما يمشي قرب واحد البوطه العافيه وهز واحد جوج جنيويات وزاد. ملي وصل السانسور لقى واحد جوج حراس ناري بو شلخهم. قبل ما يوصل القاعه ديال الاجتماع حتى كيسمعوا شي حاجه تفرقعات حتى كيدخل عليهم بوبي جبد الصواريخ اللي كان قاد وشعل ليهم الحفله. واللي جا قدامه كياكلها ما كان غير بقره وضربو زيد لقدام. هي نايضه رانا ركب في السانسور وطلع للفوق، ولكن كانوا كتار بزاف على بوبي ولاو مدورينو شويه وهما يسمعوا واحد الصوت ديال شي وحدين جايين وهما يدخلوا عليهم وحدين ضاربين واحد الاقنعه. ملي حيدوهم بانوا باللي الفا والناس ديال المعبد اللي خدامين معاه ناري بو غادي يترون راه ما ساهلين. حق لهم ديما فرحانين هما الهم وما قدرش عليهم. بقى غير الحراس جبدوا شي مناجل وشي اسلحه ترى بداو كيشرقوا في بنادم، ولكن غادي يدخل عليهم كيني وهازه واحد السلاح وغتبدا تهدد فيهم. جات هذيك البنت من اللور وهي ضربها بواحد الصينيه طيحتها الرئيس دون. وغادي يجيبوه وغادي يشد من عند الصينيه وغادي يقطع الصبع ديال كيني وداه معاه. مشى ديريكت للطابق للفوق فين هرب رانا ولقاه كيتسناه تما وهي تنوض بيناتهم وهي نايضه بيناتهم. جبد ليه رانا الام ديالو، ولكن هاد المره ما غاديش يفلت منها وغادي يبان التدريب اللي دار بوبي حيت رانا مقدرش يضربو غير بوبي اللي كيضرب. جابو للارض وبوبي لقى واحد الطالون معاه الزبال اللي بوبي غادي ينايض هو يصرفقو بيه، وفين ما كيبغي ينوض بوبي كيبقى يضرب فيه. بقى يدخل
يخليه بهذاك الطالون حتى مات. بوبي قصد واحد الباب وجبد الصبع ديال كيني وفتحو لقى شاكطا مريح تماك بحال حتى حاجه مطاريه، وبدا عليه بالهضره ديالو ديال السلام ما كيجيش بالعنف، واشنو بالك نتحدوا بجوج انا وياك بحال بحال. وبقى حتى غفلو وجبد واحد المسمار وضرب بوبي بيه. بوبي تحمل الضربه ديال المسمار وجبد واحد الموس وبقى كيشرك فيه حتى مات. وهنا بوبي غادي ينتقم الام ديالو وغادي يسالي الفيلم. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش معاك واحد الاشتراك في القناه، وشكرا.